الأجواء التي تمت فيها المقابلة، المشاهد يحتاج أن يعرفها بعض الشيء. نعم محمود، هذه المقابلة جاءت بعد عدة اتصالات مع المهندس أحمد عز، كان مترددا أو شديد التردد في أن يعطي هذه المقابلة، ولكن بعد أخذ ورد استمر لعدة أيام. وافق مساء الأربعاء على أن يعطي هذه المقابلة، فذهبت إليه مباشرة، كانت في الساعة 10 مساء. ولكن الأحداث المتلاحقة من سقوط النظام وتنحي الرئيس مبارك لم تمكننا من إذاعة هذا اللقاء يعني في وقته. وبالتالي كان عز عندما ذهبت إليه بدأ في الحديث عن موضوعان هما التهمتان أو بعض التهم الموجهة إليه، تهمة الاستيلاء على المال العام وتهمة يعني استحواذه على مصنع الدخيلة. ولكن عندما بدأت أسأله عن الانتخابات، عن مدى مسؤوليته عن إسقاط النظام، عن الانتخابات والتزوير الذي حدث فيها، توقف وقال لا، مش لن أجيب. فقلت له لا، لن يعني بهذه الصورة لا أستطيع أن أكمل معك اللقاء، لأن اللقاء لابد أن يتضمن كافة الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن، وخاصة أنك متهم بالفعل بإسقاط هذا النظام، وأنك يعني الذي بدأ بتزوير أو بهذه نتيجة الانتخابات التي وصلت إلى 98% من أعضاء الحزب الوطني. فيعني بعد مداولات واخذ ورد، وكان يعني بالمناسبه هذا من اكثر الاحاديث صعوبه اللي اجرتها، يعني او اكثر شخص لقيت معه طيب رندا، خلينا نشوف عاد مرة أخرى. أنا سأعود إليك، ولكن أنت تحدثت على النقطة التي حاول ألا يكمل فيها الحوار. تسمحي لنا نشوف هذا المقطع ونذكر المشاهد بهذا المقطع لأنه ليس ضمن المقابلة، وأعود مرة أخرى لأسألك عن صعوبة هذا اللقاء. نشوف المهندس أحمد عز ليه ما كانش أو لا يريد أن يكمل هذا الحوار. 80 وشوية، ولما نضيف اللي كانوا في الحزب وطلعوا بقوا 98. استني بس ستوب. لا بليز، معلش بصي، ما ينفعش انك توقفينا في النص. حاضر، بس هقول لك حاجه. رندا احنا وي هاد ا ديل، وي ديد نوت وانت. لا بس معلش، ما ينفعش اكلمكش في الانتخابات ابدا واحنا قاعدين. رندا طب امال ايه؟ رندا ده مش اقتصاد. رندا تعالي بس انت. طب لا ما ينفعش، احنا بس عشان طب خلينا بس. لا ونوت بس، وي نيد تو ديسكاس. معلش وي نيد تو ديسكاس. طب خلينا من غير ما نسكت. I need to discuss. لا يعني طيب رندا، يعني اكيد المشاهد هيسأل يعني ماذا كان يريد ان يقول لك في هذا بعيد عن التسجيل؟ يعني كان يريد نعم، لا كان يريد فقط الحديث عن هاتان النقطتين، وقال لا اريد ان ادخل في السياسه. قلت له لا يمكن، انت اصلا هو يعني انت في السياسه وانت متهم، وهناك اسئله كبيره جدا بتدور حولك، علاقتك بجمال مبارك، علاقه الحزب بالبلطجه والتزوير، مستقبلك السياسي، مستقبل الحزب. اول مقار اتحرقت هي الحزب ومكاتبك، فلازم تعلق على كل ده. يعني قلت له الا انا مش هقدر اكمل الحوار وهمشي. فعاد مرة أخرى، وبعدين ابتديت أسأله، هتشوف طبعا تبع يعني هذه المقابلة، لكن الأجوبة أنا طرحت كل الأسئلة، طرحت إذا كان آسف، إذا كان ممكن يعتذر، إذا كان ممكن يقول إيه للشباب، مسؤولية الحزب وتورطه هو، إذا كان كبش فدا للبعض وعلاقته بجمال مبارك. يعني كل هذه الأسئلة طرحت عليه، ولكنه بدأ متحفظ وشديد التحفظ في الإجابات. لم يرد أن يعبر عن أخطاء فاحشة للتزوير وخلافه، ولكنه ربما ذكر قال يعني ممكن نكون المادة 77 كنت عايزها تتعدل، ممكن نكون الإصلاح التدريجي هو اللي كان خطأ، لكن الشباب كانوا عايزين إصلاح آخر. يعني هو بدأ متحفظ ربما بسبب علاقاته اللي لم يعني كان عليه ضغوط، يعني لا أدري ما كان موقفه. هو كان طبعا يعني في موقف صعب. أنا أقدر أقول لك إن هو يعني اللقاء تم أثناء مسألة مصادرة اللقاء. طبعا ننوه المشاهد أنه تم بعد موضوع تجميد الأرصدة والمنع من السفر، فبالتالي هنا ومنعه من السفر، فهو هو موجود في مصر طبعا. نعم هو موجود في مصر برضو. قال لم أحاول الهرب، يعني
يعني هو ذكر أنه لم يحاول أن يهرب. وبالنسبة لممتلكات وهي 60 مليار أيضا قال يعني أنا كل أرصدتي في الأسهم والشركات، يعني سترى كيف كانت الأجوبة. هل ما زال مصر عليها بعد سقوط النظام؟ هل كان يحمي أشخاص أو يخشى من أشخاص، والآن بعد سقوط النظام موقفه تغير؟ يعني هذه نقاط لا أستطيع أنا أن أجيب عليها، ولكني قمت بواجبي في طرح الأسئلة اللي بيطرحها الجميع بمنتهى الموضوعية. الإجابات هي اللي بيحكم عليها المشاهد في النهاية، هل كانت مقنعة، هل لم تقنعه، هل هو ما زال على رأيه. كل ده سيتضح معك ومع المشاهدين ومع الضيوف كمان. الحقيقة نحن فعلا ننوه للمشاهد الكريم أننا سنذيع هذه المقابلة طبعا، ولكن ليست بلوك واحد، ليست كاملة، وإنما سنذيع نقسمها مقاطع، وكل مقطع يتعلق بموضوع سياسي أو موضوع اقتصادي أو موضوع قضائي يستوجب نوعا معينا من الضيوف ومن الأسئلة التي تطرح في إطار التفسير وفي إطار التوضيح. وبالتالي سنقسم هذه المقابلة 3 أجزاء ونناقشها مع ضيوف في إطار التفسير، وبعد ذلك سيكون للرجل حق الرد، وربما يكون معنا في الجزء الأخير ليرد في إطار مسألة أنه لا نهضم حقه ولا حق المشاهد الذي يريد أن يسأل. اسمحوا لنا نقف أمام فاصل، وبعد ذلك نعود لنشاهد الجزء الأول من هذه المقابلة لأحمد عز الأمين العام السابق